متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. كشفت تقارير صحفية عن اقتراب لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي. وذكر موقع كالتشو ميركاتو أن برشلونة أعطى للبرتغالي أندري غوميز الضوء الأخضر لمغادرة الفريق الكتالوني، موضحا أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوغرانا وافق بالفعل على رحيل غوميز. وأضاف أن العروض التي وصلت إلى برشلونة لضم غوميز على سبيل الإعارة فقط، موضحا أن أندية نابولي وإيفرتون ولاتزيو مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي. وأشار الموقع إلى أن البارسا يطالب بالحصول على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب. اعترف الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني السابق لنادي ديبورتيفو لاكارونيا أنه يتمنى تولي منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر الاستقالة من منصبه. وقال سيدورف في تصريحات نشرتها صحيفة واس الإسبانية: أنا أبحث عن ناد، تدريب ريال مدريد سيكون شرف لي، لكنني لا أريد التحدث علنا، لا أريد أن أثير جدلا، لدي علاقة جيدة جدا مع المسؤولين في النادي، وأعتقد أن ما يحتاجونه الآن هو الهدوء. وعن رحيل زيدان قال: أرفع القبعة له بسبب ما فعله في السنوات الماضية، أيضا لقراره، فقط الكبار يعرفون كيف يتخذون هذه الأنواع من القرارات، ونحن علينا أن نحترمه ونهنئه. وتطرق لاعب ريال مدريد السابق إلى إمكانية مغادرة كريستيانو رونالدو للميرينغي قائلا: أود أن يبقى رونالدو معنا، هو لاعب حاسم وجيد جدا، يوجد شكوك حول مستقبله، ولكن يجب على الجميع التفكير قبل اتخاذ قرار، هو لاعب استثنائي، لن ترى لاعبا مثل كريستيانو كل عام. أوضح لاعب فريق برشلونة صامويل أومتيتي سبب بقائه في النادي الكتالوني وموافقته على تجديد تعاقده. ووقع المدافع الفرنسي عقدا جديدا ساريا حتى عام 2023. وقال أومتيتي في مؤتمر صحفي: أنا متواجد هنا لأن برشلونة أفضل فريق في العالم، أنا هنا ليس من أجل المال، المال أمر هام، ولكنني هنا من أجل الفوز بالألقاب. واستكمل: لم أفكر أبدا في مغادرة برشلونة، إنه فريقي منذ الصغر، أنا سعيد جدا هنا، أريد أن أواصل التطور، أريد أن أواصل تقديم ما فعلته منذ وصولي إلى هنا. وواصل: عندما تلعب في برشلونة عليك أن تكافح من أجل الفوز بجميع الألقاب، ودوري أبطال أوروبا هو أفضل منافسة يجب علينا الفوز بها، وسنعمل أكثر بكثير في العام المقبل للفوز بدوري الأبطال. ذكرت مجلة كيكر الألمانية أن نادي أرسنال الإنجليزي بات قريبا للغاية من التعاقد مع لاعب فريق بوروسيا دورتموند سوكراتيس باباستوبوليس هذا الصيف، ويسعى المدرب الجديد للجنرز أوناي إمري إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. وأوضحت المجلة أن المدافع اليوناني سيخضع للفحص الطبي في المركز التابع لأرسنال في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأشارت إلى أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع مسؤولي أرسنال حول الشروط الشخصية لتلك الصفقة المرتقبة. ولعب سوكراتيس ما يقارب من 200 مباراة منذ انضمامه إلى أسود الفستيفاليا قادما من فيردر بريمن عام 2013. يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني عن مهاجم للتعاقد معه لتعويض الرحيل المنتظر للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف النادي البافاري. وكان وكيل أعمال هداف البوندسليغا قد أعلن قبل عدة أيام أنه ينوي الرحيل عن صفوف الفريق، حيث يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في ظل منافسة من جانب تشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة النادي البافاري تريد ضم الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيغ لتعويض رحيل ليفاندوفسكي. وكان فيرنر قد كشف قبل عدة أيام عن رغبته في الرحيل عن صفوف لايبزيغ في الموسم المقبل ليصبح لاعبا من طراز عالمي. يذكر أن فيرنر قد نجح في إحراز 21 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنقضي.
كشف نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل، وظهر في الصورة الترويجية للقميص الذي يحمل شعار أديداس الألمانية والتي ستحل محل مواطنتها بوما النجم الجزائري رياض محرز ضمن اللاعبين المروجين للقميص الجديد، بحسب ما نشره النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ويعبر ظهور محرز بالقميص الجديد على أن نادي ليستر سيتي يرفض تسريح اللاعب لصالح مواطنه مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث تسعى إدارة النادي للاحتفاظ بخدماته الموسم القادم، رغم أن إدارة السيتي رفعت عرضها ليصل إلى أكثر من 60 مليون جنيه استرليني. ولا يستبعد أن يكون ظهور محرز بالقميص الجديد بهدف استغلال نجوميته للترويج عن القميص خاصة في الجزائر من أجل رفع نسبة مبيعاته، دون أن تكون لذلك أي علاقة بمستقبله مع النادي. أثار احتمال ارتداء ماريو بالوتيلي شارة قيادة المنتخب الإيطالي من أجل إعطاء رسالة جيدة ضد العنصرية الجدل في إيطاليا. واعتبر بالوتيلي العائد للمنتخب الإيطالي بعد غياب 4 سنوات بناء على رغبة المدرب الجديد روبرتو مانشيني أن ارتداء شارة قيادة المنتخب سيحمل رسالة جيدة ضد العنصرية. وكان المهاجم الإيطالي المولود في باليرمو وهو من أصول غانية بطلا في الماضي لتصرفات مثيرة للجدل، وشكك بعض الرياضيين في أندية مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي في امتلاكه مواصفات قائد المنتخب الإيطالي. وكان المدافع ليوناردو بونوتشي هو من ارتدى شارة القيادة في آخر مباراتين وديتين أمام السعودية وفرنسا، وأحرز بالوتيلي هدفا أمام السعودية في الفوز بهدفين مقابل هدف، وصنع الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الخسارة ب3 أهداف مقابل هدف من فرنسا. أوضح الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي سبب تواجده في مدينة تورينو الإيطالية معقل يوفنتوس في ظل أنباء حول قرب عودته للسيدة العجوز. وعن ذلك قال موراتا في تصريحات لشبكة سبورت ميدياسيت: نحن هنا من أجل حضور حفل عيد ميلاد. وتابع: حتى الآن لا أعرف أي شيء عن مستقبلي، في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في قضاء عطلتي. وكان موراتا قد اجتمع مع فابيو باراتاسي المدير الرياضي ليوفنتوس الشهر الماضي، ما أثار شائعات حول انضمامه لبطل الدوري الإيطالي الذي لعب في صفوفه من قبل. عزيزي متابع قناة عرب جول، هل يستحق بالوتيلي حمل شارة قيادة المنتخب الإيطالي؟ شاركنا برأيك.